معانا الزيت ده بيعادل ايه بقى؟ الزيت ده بيعادل تعاون كوفاكت، بيعادل مصر ازرق، بيعادل موبيل اكس 3، بيعادل بترومين ازرق. زيت اعلى في الحته عشان ده التاني واطي قوي، بيعادل ديزل اويل بتاع توتال، وهكذا من الزيوت، من الزيوت التقيله. يبقى احنا عارف المنتج ده بيعادل ايه. ولكن يعني دوا ما شاء الله تبارك الله هو موبيل اكس 3 بيناطحوا في بعض، اعلى منتجين في الاثنين دول. خلاص. بيتحط لموديلات ايه؟ الزيت ده بيتحط للمعدات التقيله بكل انواعها. خلاص. الزيت ده بيتحط لكل الموديلات اللي قبل موديل 2000. الزيت ده بيتحط لكل المحركات اللي بتاكل زيت. الزيت ده بيتحط للموديلات العربيات الصيني، العربيات الصينيه الميكروباص اللي موتورها مش تيربو، موتورها نفس الاصدار من قبل سنه 2000. الموتور اللي هو بتاع الان كي ار مثلا في العربيات الميكروباص، عشان متخصص فيها شويه، الان كي ار الموديلات القديمه دي، الناس اللي بتحب تغير بدري الزيت ده بتاعها. خلاص. يبقى احنا كده خدنا كل الموديلات. الزيت ده ما ينفعش نهائيا في المحركات التربو، ولا هو ولا اللي انا قلت عليه وعادلهم كلهم. اي زيت احادي ما ينفعش في التربو، وبتهلك موتورك لما بتحط لها زيت احادي. موتورك بياكل زيت وهو تربو في انواع رخيصه. عندك تعاون 25 50 كوفاكت. مش موضوعنا التربو في الفيديو ده، وانما خلينا متمسكين ان المحركات التربو ما ينفعش نهائيا الزيت ده، حتى الشركه نفسها. تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا نسمي الله ونفتح الكرتونه ونشوف نستقبل المنتج ازاي، ونشوف الزيت لون الزيت عامل ازاي، ونشوف المعلومات بتاعت الزيت عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نفتح اي كرتونه هنموت، ويا ريت تبص لي هنا كده يا احمد بالله عليك. المنتج ده يا جماعه يا ريت شركه تعاون ومصر البترول الرجاء من ابو علي بتاع الزيت، الراجل المتواضع يعني، اللي احنا لسه ما فيش حاجه كبيره قوي في الزيوت قد كده بالنسبه لحجم الشركات الضخم. يا ريت شركه التعاون وشركه مصر البترول تهتم بالحته دي، انها تحط لنا الباتش نمبر وتحط لنا تاريخ الانتاج على الكرتونه اللي متصنع بيها الجيركن. دي حاجه بتامننا كتجار ان احنا بنشتري المنتجات الاصليه من الشركات رأسا. كل دي حاجات تساعدنا ان المنتج يحتفظ. كتر خير شركه التعاون ومصر البترول ان هم طوروا من نفسهم جدا الفتره الاخيره. اقسم بالله دول اهم شركتين عندي وانا بقولهم اهو. اهم شركتين مصر البترول والتعاون، لان انا مصري يا جماعه، انا يهمني الشركتين دول. موبيل شيل اي شركه مستورده تزعل مع كامل احترامنا ليهم براحتهم، لكن مصر البترول والتعاون دعايه بقى المنتج بلدي، دعايه المنتج بلدي. خلاص. اتمنى ان حته الباتش نمبر والرقم الانتاج، تاريخ الانتاج اللي هو المفروض على العبوه بره يكون مكتوب على الجيركن. تعال بص معايا هنا، احنا عندنا هنا 28 اوجست 22، يعني ده انتاج 28 8 2022. نسمي الله، نفتح الجيركن كرتونه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي على النبي. اول ما افتح بس كده زيد النبي صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي معانا بسم الله الرحمن. اولا الشركه بتكتب بالبنط العريض زيت تقيل. اكتر حاجه المنتج ده بيهتم بيها الا وهو مقاومه التاكل، هيفي ديوتي، خدمه شاقه. راسم لي تحت اهو حفار، جرار، عربيه نقل تقيل. جميل. معانا اول حاجه تحت اهو البرودكشن نمبر، نفس الحكايه اهو. خلاص. بالتاريخ بتاعه مكتوب تحت اهو. جميل. وعندي ورا شكل العبوه اهو معانا. عايزك بس تلاحظ، اهتم قوي بالدوران ده لان ده الحاجه الوحيده ما بيعرفوش يضربوها. تاريخ الانتاج اهو اللي احنا قلنا عليه، صور لي هنا 28 اوجست 22. معايا هنا 28 اوجست 22. لو جبنا جيركن تاني وجيركن تالت اللي في الكرتونه، 3 جراكن، قرب معايا المعلومه اللي احنا قلنا عليها. خلاص. الارقام بتبقى متقاربه، 10 207 10 211 10 204، يعني اعتبر دول نفس التعبئه. يا ريت ننوه هنا، يا ريت شركه شيل تهتم بالمجموع دوت بالعماله اللي شغاله عندها ان هي تحط تسلسل رقمي في كل كرتون. يا ريت، عشان الفتره الاخيره بقت شيل بتهملها وما بتعملهاش. خلاص. نرجع بالجيركنين تاني. حلو. تعال اقرا لي بقى ورا كده اللي مكتوب على الجيركن: زيت شيل اتش دي يحتوي على افضل انواع الاضافات لمكافحه تاكل المحرك. يبقى الموضوع الزيت ده بيهتم بيه اكتر حاجه بالمحركات المتاكله. خلاص. وتوفير حمايه يعتمد عليها واداء ثابت مناسب للاستخدام اليومي للمحركات اللي بدون تيربو. صور لي بالله عليك بدون تيربو دي. اجيب القلم بس كده واحنا بنتكلم. محركات بدون تيربو، بدون تيربو يا جماعه. الناس اللي معاها التيربو تتقي الله في عربياتها وما تستخدمش الزيت ده. جميل. ده الزيت معانا. ده شكل المنتج.
يا ريت تقرب عليه من على الوش وانا هصور لك من على الظهر. ده العبوه الاصليه بتاعت المنتج، وادي الجيركن من ورا. خلاص 5 لتر للزيت. الزيت ده ديزل على فكره مش بنزين، وما ينفعش يتحط في البنزين، ولو احطه في بنزين احطه في موديلات 28 27 31 الموديلات القديمه جدا برضه في حاله اكلين الزيت. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بقى الخطوه اللي الناس كلها بتحبها وبتتبسط بيها، ان احنا بنقعد نفتح في الجراكن ويتفرجوا علينا. ادي الجاكيت تكتنا سمعناها في الاول، وادي الورقه اهي اللي بنقول عليها، اللي بيقعد يقول لك العبوه بتاعه شيل ما فيهاش، ادي مكتوب عليها اوريجينال. ويا رب بقى ايه، احنا لو جبنا اضاءه عاليه بحيث ان علامه شيل ومكتوب كلمه اوريجينال بهتانه، وخلي شيل برضو متمسكه ان هي مش عارفه تامن منتجها، او مش عايزه تطور من ان هي تامن منتجها بالنسبه للتجار او للعميل، وده عيب مش حلو. فتحنا برشامتنا اهو. خلاص طبعا المشهد اللي بيتكرر معانا في كل فيديو. خلاص بالنسبه الزيوت اللي انا يا جماعه مش موضوع ان انا بصب في كوبايه ومش كوبايه، الموضوع ان انا بقرب وهقولها في كل فيديو مهما مش هزهق منها. احنا بنقرب الفكره للمستهلك النهائي. المستهلك النهائي مش مهندس شركه بترول، المستهلك النهائي عايز يامن نفسه. حته ان احنا بنقول له لون الزيت في مجرد كوبايه دي حاجه اختبار بسيط كده جدا للعميل انه يكتشف لون زيته، ويبقى معاه فيديو مرجع انه لما يحب يستخدم الزيت دوت يعرف يستخدمه ازاي، ويجيبوا عبوه اصليه. وشكر الله سعيكم. هنجيب المج بتاعنا الجميل بتاع كل مره ونبدا نصب واحده واحده كده. ادي الزيت بتاعنا. طبعا شر تشتهر بنقاء زيتها، يعني عايزك لك ان تتخيل ان ده زيت احادي 50 باللزوجه والنظافه دي. طبعا في سنه خضار اللي احنا معتاده وقلتها لكم في الزيوت الاحاديه، ولكن مش الخضار التقيل اللي موجود في الزيوت المتعبيه او في الزيوت قليله الجوده. خلاص ادي شكل الزيت. هنجيبها تاني واحنا بنقلب العكس. ادي شكل الزيت تاني اهو. بص نقاء الزيت عامل ازاي. بص المشهد. طبعا يعني ده مشهد من اروع المشاهد، ان كل واحد بيشتغل في زيت اصلي يعلق على صدره وسام وما يهموش طعن اي حد. والله العظيم احسن وسام. هصب تاني مره اهو لتاني مره. بص منظر الزيت، بص منظر الزيت. طبعا بقى انا هوريك مشهد تاني كده، انا بس اوريك اللزوجه. بص اللزوجه دي بقى، هو المشهد ده انا عايز اوريهولك. بص شايف مشهد اللزوجه دي. بص العرق ده. طبعا الكلام ده ما ينفعش في الزيوت الالترا واللوزات التخليقيه. بص العرق، بص العرق. شايف خفيف الزيت بس محتفظ بجودته العاليه. انا عايزك بس تركز، اطلع من فوق انزل لتحت كده. شايف المنظر ده استحاله تلاقيه في الزيوت المتعبيه والمضروبه. طبعا بقى انا هصور لك مشهد كده غريب شويه. انت شايف وشي من غير ما اشوف. قرب بالكاميرا عليا كده على الزيت هتلاقي نفسك شايف وشي. ده دليل على كميه النقاء العالي جدا في الزيت ده. خلاص طبعا الزيت المعتاد الاحادي اللي ممكن يتعبى بيه اي منتج، اللي سعره ممكن يعمل 35 40 جنيه ويتحط في منتج زي ده. خلاص ادي طبعا ما شاء الله الناس اللي بيعبوا الزيت ربنا يبارك لهم، طوروا من نفسهم هم كمان على فكره. بس انا هوريك الفرق بين اللون اللي بيبقى محمر شويه تقيل وحلو وجميل بس في نسبه احمرار. بص بقى الفرق كده، يعني اتمنى يكون المشهد واصل. بص ده كده ولا هتشوف مني اي حاجه. بص ده زائد قرب هنا كده سنه، مش عارف بقى الكاميرا هتجيبها. الزيت فيه عروق داخليه كده ومشاهد غريبه من جوه. الزيوت الاحاديه العاديه اللي هي بتبقى متعبيه والكلام ده. بص ده عامل ازاي، يعني والله ده روعه يعني حاجه، يعني مش قادر اتكلم عليها كنقاء زيوت زي الشركات دي. تمام. الزيت فيه عرض سعره الرسمي 361 جنيه في الايد. خلاص ده غير شامل الخدمه. ان شاء الله عاملين عرض كده سريعا لمده اسبوع عشان خاطر الفيديو اللي احنا منزلينه، وبمناسبه شهر شعبان كل سنه وانتم طيبين. المنتج عندنا ب 325 جنيه شامل خدمته عند ابو علي بتاع الزيت، 100 شارع احمد ابو سليمان عوادي اسكندريه. ولو حد عايزه شحن احنا تحت امره، بنشحن جميع انحاء الجمهوريه. كتر ربنا يبارك لنا في شركه الشحن. وببعت هنا من مكاني شكر لشركه ايرجنت بالذات، شركه محترمه جدا ربنا يبارك لهم، يعني مريحيننا في حته الشحن دي. خلاص يا ريت اكون فدتكم، يا ريت اكون اتكلمت على كل حاجه عن الزيت ده، واكون بعرف اوصل لكم معلومه جيده
وبفيدكم في اي منتج بقدر انزله. ويا جماعه الفيديوهات دي ما هي مش دعايه نهائيا، محدش بيدينا جنيه، احنا لسه صغننين، عندنا 25,000 متابع ولا 30,000، احنا حاجه صغننه مش كبيره خلاص. ولكن احنا بنعمل الفيديوهات دي بهدف خيركم من تعلم العلم وعلمه. بنعلم الناس وبنعمله مرجع ان اي حد يكتب على النت اسم الزيت يلاقي حد قدره وعبره واتكلم على الزيت. نتمنى منكم لو عايزين تتابعونا تكملوا في متابعتنا، اشتراك بقى، لايك، الحاجات الحلوه اللي بيقعدوا يقولوها اليومين دول عشان بس ان احنا نزداد انتشارا والمعلومه تعم على الجميع. هقول لكم اخر كلمه بقولها لكم: شكر الله سعيكم.